أهلا وسهلا بك يا صديقي في حلقة جديدة ومهمة جدا جدا قبل المباراة المرتقبة جدا في كأس العالم، الأهلي وريال مدريد. تحس بالفخر لما تعرف إن الأهلي خلاص على وشك إن هو يلعب ريال مدريد في نصف نهائي كأس عالم، واللي هيفوز منهم هيلعب في النهائي، وهو طبعا المرشح الكبير اللي يفوز باللقب من الثنائي الأهلي أو ريال مدريد. خلينا متفقين ان الاهلي ليس بقوة ريال مدريد ولا بعظمة ريال مدريد ولا قدرات لاعيبة ريال مدريد. يعني انت تبص في القيمة السوقية بتاعت لاعيبة ريال مدريد، اللاعب الواحد في ريال مدريد بالقيمة السوقية بتاعت النادي الاهلي كاملة، ولكن الاهلي يفكر كيف اسجل في ريال مدريد. طبعا في ناس كتير هتتريق ازاي احنا اصلا هنسجل في ريال مدريد، طبعا وشيء من المستحيلات ان هو يحصل ان احنا نقدر نسجل في ريال مدريد. ولكن ولكن في ظل غيابات ريال مدريد الدفاعية وغياب كورتوا عن البطولة واقترابه بشكل كبير انه مش هيلعب، لكن انشيلوتي اعلن انه ممكن يلعب ولكن بعد مباراة النادي الاهلي هو وكريم بنزيما. غياب بنزيما وغياب ماتيب في الدفاع وغياب كورتوا افضل حارس في العالم عوامل مؤثرة، ولكن هل الأهلي فعلا قادر إن هو يهاجم فرقة زي ريال مدريد ويفتح خطوط ويلعب ريال مدريد؟ مش مهم. مش مهم إن أنت تكسب أصلا، المهم إن أنت تلعب أمام ريال مدريد في بطولة كبيرة جدا زي كأس العالم وتقدم أداء كويس. احنا مش عايزين أكتر من أداء كويس، ولكن نخشى من الفضيحة في كرة القدم. احنا مش عايزين يجي فينا 5 6 جوان. هتقول مفيش بنزيما، مفيش كامافينجا، مفيش لعيبه كتير وماتب والحارس كورتوا. ايوه في لعيبه كتيره غايبه عن ريال مدريد، ولكن لعيبه ريال مدريد الصف التاني يفوق بلد. يعني في لعيبه في الصف التاني ريال مدريد لعيبة عالمية جدا جدا، وكل لاعب هينزل عشان يثبت نفسه من سوء حظنا يثبت نفسه قدام النادي الأهلي في بطولة قارية عالمية زي كأس العالم. الأهلي هل يقدر فعلا يهاجم؟ أعتقد إن مارسيل كورال ولاعيبة النادي الأهلي هتلعب دفاع 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 مستميت، يعني عشان ما نستقبلش الأول والتاني والتالت والرابع والخامس من ريال مدريد. طبعا الاهلي هل ممكن يقدر فعلا ان هو يجري لاعيبه ريال مدريد؟ هو ممكن، لكن صعب شويه. لا صعب شويتين. ريال مدريد يمتلك افضل وسط ملعب في العالم. لما تبص للمنطقه اللي السيطره في كره القدم هتلاقيها في نص الملعب. نص ملعب النادي الاهلي يتكون من اليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي، لعيبه كبيره في افريقيا. لكن لما تبص الناحية التانية توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، لعيبة عالمية، وطبعا فالفيردي لعيبة أسطورية في نص الملعب. ولما تبص ناحية محمد هاني هيدافع ازاي هو وحسين الشحات على فينيسيوس، هتصعب عليك، هيصعب عليك محمد هاني والله. فينيسيوس بيرقص اي حد، بيعدي ويفوت ويولد الكتكوت. دي كان ناحية محمد هاني وقدرات محمد هاني مع فينيسيوس. ولاعيبة كتير في ريال مدريد هتيجي على محمد هاني. الله عليك يا هاني، بان عليك تقدم مباراة من أسوأ مبارياتك مع النادي الأهلي. نيجي الناحية التانية، علي معلول وأحمد عبد القادر هيواجهوا مين يا معلم؟ كارفاخال واسينسيو ضيع ضربة جزاء، هيبقى عايز ينتقم في المباراة دي، هيعمل شغل عالي، وانتوا زي ما انتوا شايفين طبعا احنا مش قد الناس دي يا عم الحاج. احنا عايزين بس ايه؟ نقدم اداء مشرف. لو خطفنا جون وهما جابوا 5 6 مش مشكلة. مش مشكلة، المهم الاهلي يسجل هدف، المهم النادي الاهلي يعمل اداء كويس امام ريال مدريد. والله انا خايف من المباراة جدا جدا جدا. وبعد احترام المدير الفني للنادي الاهلي الزايد عن اللزوم كفريق كبير وفريق عريق، طبعا النادي الاهلي فريق كبير وفريق عريق، ولكن الاحترام الزايد ده يخوف. فالفيردي بيؤكد ان النادي الاهلي اعظم فريق في افريقيا، وبيحب جماهيره، نوع الجماهير بتاعت الاهلي، وان هو افضل فريق في المنطقة كلها والاكثر جماهيرية، ويجب ان نحترمه. وعندي الجملة دي لازم تقف، يجب ان نحترمه. فالفيردي اكد في تصريحاته الاخيرة ان النادي الاهلي يمتلك العديد من اللاعيبة الكويسة، وان تم دراسة النادي الاهلي بشكل جيد عن طريق الفيديو. مش محتاجة دراسة والله، بس انت ريال مدريد بتحاول ان هي تدي الماتش اهتمام كبير جدا زي ما انتم شايفين، والاهتمام الكتير ده يخوفك على الاهلي. الاهلي لاعبته اللي هي يعني نفسها تلعب قدام ريال مدريد هتلعبها خلاص، ومباراة هتكون ديماتيكية. انا متحمس جدا 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 للمباراة دي، ويا ريت النادي الاهلي يسجل هدف او 2 يا راجل. وليه لا يا راجل؟
ما ممكن نقطة في الدفاع، ديانج عندنا يسحب توني كروس وراه ويسحب مودريتش ويسحب فالفيردي وراه، ايه يعني ده ديانج يا جدعان. وحمدي فتحي والسولية، هتقارن دول بدول؟ مستحيل. ولكن الشباب يفرق يا عم الحاج. هل الاهلي يستطيع التسجيل؟ ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايزك انت تكتبه في التعليقات. رأيك في ازاي الاهلي هينافس ريال مدريد في المباراة دي؟ ويا ريت تتوقع النتيجة بقى يا عم الحاج. اتوقع النتيجة مباراة الاهلي وريال مدريد، وصاحب التوقع الصحيح هنزل التوقع بتاعه في المنتدى بعد المباراة ما تخلص. وانا عن نفسي بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وانا اعتقد ان الاهلي مش هيكسب، بس انا نفسي النادي الاهلي يقدم اداء كويس ويسجل هدف او اتنين امام ريال مدريد، لان النادي الاهلي والدنيا كلها عارفة ان الاهلي هيخسر المباراة زي ماتش بايرن ميونخ. الاهلي طبعا قدام بايرن ميونخ عمل مباراة كبيرة والكل اشاد بيها، احنا عايزين نفس المباراة دي، مش طمعانين اكتر من كده. ومش عايزين فتحة الصدر بتاعت اللعيبة بتاعتنا زي أحمد عبد القادر، مش عايزين مهارات ده انت عليك فالفيردي أحسن لاعب في نص ملعب في العالم، يعني هتعمل الحبشكنات بتاعتك هتاخد على عينك. وطبعا الناحية التانية إذا كان بيرسي تاو أو حسين الشحات ومحمد هاني، الله يكون في العون مع الواد فينيسيوس. الواد دبابة دبابة وسريع ومهاري وكل حاجة موجودة فيه. فيعني لما تبص كده من ناحية التهديف والكلام الفاضي ده تكتيكات، هتلاقي من المستحيل لاعيبة النادي الأهلي تقف قدام لاعيبة ريال مدريد. القيمة التسويقية واللعيبة والإمكانيات والمهارات والقدرات صعب جدا جدا على النادي الأهلي يقف مع ريال مدريد أصلا. ولكن ريال مدريد خسر المباراة الأخيرة أمام مايوركا. طبعا المباراة تكون صعبة جدا 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 على النادي الأهلي، ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي، نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في العالم. ده كان رأيي في المباراة وتمنياتي الشخصية للمباراة. ويا ريت تكتب رأيك تحت في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وشكرا شكرا شكرا على الدعم في آخر فترة، وسلام.